هل قرار البنك المركزي الخميس الماضي لما ثبت معدلات الفايدة قرار كان صح ولا قرار كان غلط؟ وبعد القرار ده الناس اللي فلوسها هتستحق خلال الفترة الجاية في الشهادات أو معاها فلوس في الوقت الحالي وكانت منتظرة شهادة بفايدة عالية تعمل إيه دلوقتي؟ هل تربط الشهادات المتاحة حاليا ولا تنتظر ممكن يبقى في شهادة الفترة الجاية ولا تحط فلوسها في حسابات توفير؟ إيه أفضل حاجة حاليا؟ فتابعونا بقى للآخر عشان نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل. يلا بينا. السلام عليكم اعزائي متابعي قناه بنوك مصر. قبل اي حاجه بنستاذن حضراتكم طبعا لو بتتفرجوا علينا ولسه مش مشتركين في القناه تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا خاصيه الجرس على الكل عشان يصلكم كل الاحداث والحلقات الجديده خلال الفتره الجايه لانها مهمه جدا زي ما حضرتك شايف. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا باللايك على الحلقه. خلونا بقى نخش في موضوع حلقتنا على طول، وخلونا نبدا الاول بتفسيرنا لقرار البنك المركزي. وهل قرار التثبيت في الاجتماع اللي فات اجتماع 2/4 تاني اجتماع للبنك المركزي في 2026 قرار صح ولا قرار غلط؟ طيب احنا في حلقة التوقعات قبل قرار البنك المركزي قلنا ان الموضوع منقسم الى حاجتين، قلنا رأينا الشخصي وقلنا افضل سيناريو اللي المفروض البنك المركزي يعمله. قلنا ان افضل سيناريو ان البنك المركزي يرفع الفايدة من 1 ل 3% لان معدل التضخم بتاع شهر فبراير اخر حاجة اعلنه البنك المركزي ارتفع، وبعدها حصلت الحرب ما بين ايران وما بين امريكا، وبعدها حصل زيادة اسعار المحروقات عندك بشكل كبير، وبعدها برضو حصل زيادة في اسعار النفط، وبعدها حصلت توترات في سلاسل الامداد وقفل مضيق هرمز. كل ده هيخلي معدل التضخم عندك يرتفع الشهور الجاية، شهر 3 وشهر 4 وشهر 5 كمان، وممكن يكمل شوية في الارتفاع لو الحرب فضلت مكملة. فطبعا وفقا لكلام البنك المركزي اللي كل مرة بيقوله قرار لجنة السياسات النقدية ان هو بيبص للتضخم المستقبلي مش الحالي ولا اللي قبل كده، وبناء عليه لو انت هتبص للتضخم المستقبلي فمتوقع ان هو يرتفع، وبناء عليه انت من المفترض تلحق نفسك بدري بدري وترفع الفايدة قبل معدل التضخم ما يصل لارقام قياسيه. حتى لو انت مش هتنزل شهاده لمده سنه بفايده عاليه على الاقل ترفع معدلات الفايده، ولو انت عاوز توسطن الموضوع ممكن ترفع 1% او 1.5% 2% بالكتير. ده طبعا كان افضل سيناريو، لكن ده مش معناه برضو ان قرار البنك المركزي غلط 100%. واحنا قلنا في حلقه التوقعات ان احنا بنتوقع ان البنك المركزي يثبت الفايده. ليه؟ لان طبعا البنك المركزي جاي من رحله تخفيض، فصعب طبعا ان هو يرتد الارتفاع على طول. تاني حاجه ان هو دلوقتي في حاله من عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسيه اللي جنبك، حرب ايران وامريكا مش عارفين هتكمل ولا لا، الزيادات اللي عماله تحصل ديت مش عارفين هتكمل ولا لا، قرار الفدرالي اللي جاي مش عارفين هيرفع ولا هيثبت ولا هيخفض. فطبعا لما بيبقى في حاله من عدم اليقين بيبقى افضل قرار للمركزي ان هو يثبت الفايده على امل بقى الاجتماع اللي جاي والارقام بعد كده يبقى فيها حاله من اليقين. فطبعا ده كان قرار البنك المركزي وخلاص بقى ثبت الفايدة ايا كان بقى القرار كان صح او غلط او صح 100% او غلط 100%. فخلينا بقى في الوضع الحالي. طبعا في ناس كتير كان معاها فلوس ومنتظرة قرار البنك المركزي على امل ان يرفع الفايدة، فالبنوك ترفع الفايدة سواء على الشهادات الثلاثية او يتم اصدار شهادة لمدة سنة. طبعا طالما ثبت الفايدة في الاغلب هيبقى كل شيء كما هو عليه في البنوك سواء شهادات او ودايع او حسابات توفير. طيب انت بقى معاك فلوس دلوقتي او شهادتك هتستحق الايام الجايه، الاسبوع الجاي، الشهر الجاي، لسه اجتماع البنك المركزي اللي جاي هيبقى يوم 21/5. تعمل ايه؟ طيب قدامك اكتر من اختيار وكمل معانا للاخر عشان تعرف الاختيارات كلها ونقول لك افضل اختيار احنا شايفينه في الوقت الحالي. اول حاجه، لو انت حضرتك مقتنع بالشهادات اللي موجوده دلوقتي وعاوز تربط شهاده وتريح دماغك، طبعا هتروح للشهادات اللي موجوده حاليا وهي الشهادات الثلاثيه سواء في البنك الاهلي او في بنك مصر او في اي بنك انت مستثمر فيه. طبعا في شهاده لمده سنه في البنك الاهلي ب 14% موجوده في الوقت الحالي، لو انت عاوز تروح لها ومقتنع بيها فهي برضو كويسه وكنا اتكلمنا عنها قبل كده ما كان البنك المركزي متخذ رحله التخفيض. فده طبعا لو انت عاوز تريح دماغك وتربط شهاده في الوقت الحالي. الحاجة التانية، لو انت حضرتك مش عاجبك الشهادات اللي موجودة في الوقت الحالي الشهادات الثلاثية او اصلا مش مقتنع بالثلاثية وبتحب الشهادة اللي هي لمدة سنة سنة ونص بالكتير ومحتاج تنتظر شوية على امل ان هو ينزل شهادة لمدة سنة، فافضل حاجة ليك في الوقت الحالي هينقسم ما بين حاجتين.
لو انت مش عاوز تتحمل فلوس ان انت تفتح حساب جديد، لو انت مش فاتح حساب يومي بقى بفايده عاليه او حساب توفير بفايده عاليه، فهتحط الفلوس اللي معاك ديت في حساب توفير عادي وتسيبهم في الحساب العادي ينزل عليهم فايده يعتبر قليله مش كويسه في الوقت الحالي، على امل ان انت تستنى للاجتماع اللي جاي 21/5 تشوف البنك المركزي هيرفع الفايده او هينزل شهاده لمده سنه. على الاقل لو ما نزلش شهاده لمده سنه بفايده عاليه هيرفع الفايده مثلا، فالبنوك هترفع الفايده على الشهادات الثلاثيه اللي عندها فتربط بفايده اعلى من كده. الحاجه اللي افضل من دي شويه ان انت ممكن تفتح حساب لو انت ما عندكش اصلا حساب جاري او حساب توفير بفايده عاليه، تفتح حساب في البنك اللي انت مستثمر فيه بفايده عاليه، هتتحمل شويه مصاريف فتح حساب، لكن ده هيعوضك الفايده اللي انت هتاخدها عاليه من الحساب ده. وده طبعا مش هيبقى قرار متسرع، لان اجتماع البنك المركزي 21/5، لكن البنك المركزي ساعتها ممكن يتخذ قرار رفع الفايده، ما ينزلش شهاده لمده سنه بفايده عاليه، ياجل الموضوع شويه. حتى لو رفع الفايده ونزل شهاده فانت قدامك شهر واثنين وثلاثه تبقى استفدت من الحساب اللي انت فاتحه ده بفايده كويسه. الحاجة اللي بعد كده ان انت حضرتك لو برضو عاوز تستنى ان يرفع الفايدة في الاجتماع اللي جاي او يبقى في شهادة لمدة سنة، ممكن تربط اذون خزانة. ممكن تربط اذون الخزانة لمدة 3 شهور، تبدأ بمدة ال3 شهور تبعد مثلا عن 6 شهور وال9 شهور على اعتبار ان هي مدة كبيرة، فهتربط مدة ال3 شهور في الوقت الحالي على اعتبار ان انت تنتظر بقى وتشوف البنك المركزي هيعمل ايه في اجتماعه اللي جاي، البنوك هتعمل ايه في وضع الشهادات. يا سيدي على الاقل لو ما نزلش شهاده لمده سنه والبنك المركزي زي ما قلنا رفع الفايده، البنوك هترفع الفايده على الشهادات الثلاثيه اللي عندها وتاخد شهاده بفايده اعلى من كده شويه. برضو الاختيار اللي بعد كده اللي يوازي اذون الخزانه لمده 3 شهور، هو ان انت مثلا تشوف وديعه لمده شهر او لمده شهرين او لمده 3 شهور بفايده كويسه وتعملها برضو، لكن ما تنساش ان اي فايده بتتقال لك هي فايده سنويه وبعد كده بتقسم على المده والدوريه بتاعتك. فدي طبعا اغلب الاختيارات المتاحه في الوقت الحالي. ولو سالتني عن رايي الشخصي ايه افضل اختيار تعمله لو انت عاوز تنتظر، انا شايف ان انت يا تحط فلوسك في حساب توفير او حساب جاري بفايده كويسه، فايده عاليه حتى لو هتفتحه دلوقتي مش فاتحه قبل كده. والحل الثاني ان انت تعمل اذون خزانه لمده 3 شهور على امل ان انت تستنى وتشوف قرار البنك المركزي وقرار البنوك وايه اللي هيتم الفتره الجايه. بس يا سيدي ده كده كان كل موضوع حلقتنا النهارده. اتمنى طبعا يكون الحلقه لا تعجب حضراتكم، استفدتوا منها ولو استفدتوا بسيطه. ما تنسوش طبعا تنزلوا الاشتراك في القناه، ما تنسوش اللايك على الحلقه، ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. شكرا.